بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جلوسا حول كتاب الله تبارك وتعالى استشفاء وتعلما من كلام رب العالمين، عنوناها بالعيش مع كلام الله عز وجل. قالوا نحن نجل الله عز وجل، لا نعرف ما معنى وجه الله ويبقى وجه ربك يد الله، لا نعرف، نسكت عنها. فهؤلاء خافوا في شيء من الدين والورع. هل كانوا جهلاء فلم يعرفوا تأويلها حتى جاء الخلف وأولها؟ هل كان هناك ينقص العلم والفهم والاستيعاب وهنا وجد؟ هذا لا يقول بها. وذلك قالوا مذهب السلف أسلم، أي سلموا لما قالوا لا نعلم، وهؤلاء أعلم. وهل يكون أسلم وفيه جهل؟ هل يمكن يكون مذهبهم مذهب السلامة والعلم ليس موجود، وهؤلاء مذهبهم أعلم؟ لا يمكن. إذن ما توجيه هذا القول؟ الذي بدا لي أن في الصدر الأول من السلف الصالح لم يكن هناك داعي، لم يكن هناك دافع، ولذلك ما وجدنا أحدا يفسر هذه الألفاظ على كثرتها. ولتصنع على عيني، اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يد الله فوق أيديهم، إلى غير ذلك، وإنما نطعمكم لوجه الله، ولم يفسروها بشيء، لم يفسروها بشيء. لم يكن هناك داع. لما جاء داع في السلف الصالح أيضا، في أتباع التابعين، تناولوها وحاولوا تأويلها، لكن تأويلا إجماليا. بعضهم لا تأويل تفصيلي في عمق السلف الصالح. أما الخلف، علماء الخلف، فوجدنا عامتهم وأغلبهم كلهم صاروا إلى التأويل، كلهم يقولوا بالتأويل التفصيلي، لتصنع على عيني، على حفظي وكلاءتي، وهكذا. كلهم أو أغلبهم من كل 100 أكثر من 98% من علماء التفسير وعلماء الحديث وعلماء الفقه وعلماء العقيدة يتناولوا هذا. ماذا إذا جئت إلى صحيح البخاري؟ صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد القرآن الكريم، صح ولا لا؟ الكل يقول هذا. طيب جيب لي الذين شرحوا البخاري: الإمام القسطلاني، الإمام ابن حجر العسقلاني، بدر الدين العيني، أبو نصر الداودي وهو جزائري وأول من شرح صحيح البخاري، كلهم يقولوا بهذا التأويل. جيء إلى صحيح مسلم وهو في المرتبة الثانية بعد البخاري، الإمام النووي والإمام الأبي والسنوسي كلهم يفسرون. روح لكتب التفسير الذين تناولوا كتاب الله بالتفسير أو سنة صحيح السنة، كلهم صاروا إلى هذا، إلى العز بن عبد السلام وتلميذه ابن دقيق العيد مجدد القرن التاسع أو السابع، وتلميذه ما بعد ذلك زين الدين العراقي مجدد القرن الثامن، وتلميذ هذا ابن حجر العسقلاني إمام الدنيا، وتلميذه السخاوي والسيوطي من بعد ذلك، كلهم صاروا إلى التأويل. هؤلاء الإمام النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف في صحيح مسلم أيضا ينحو هذا المنحى. فعلماء الأمة الذين حفظوا لنا الدين والشريعة قرآنا وسنة وتفسيرهما يقولان بهذا القول. فما معنى أنهم أحدثوا بدعة حين تكلموا فيما سكت عنه الأوائل؟ ولا الأسلم أن نقول الصدر الأول من السلف الصالح لم يكن هناك داعي، الناس يفهمون اللغة العربية بالسليقة، عرب أقحاح لم يكونوا بحاجة إلى أن يعرفوا هذا. فلما جد ما جد دخلت العجمة في اللسان المسلم، لأنه دخل أتراك وفرس وروم وغيرها وأحباش في الدين، احتاجوا إلى أن يعرفوا ما معنى هذه المفردات اللغوية. واللغة إنما هي أداة التخاطب، فإذا قلت اليد لا يمكن أن تأتي في راسي أنا إلا اليد. فكانت هذا المرحلة الأولى. ومع ذلك هل هذه المرحلة الأولى
المرحلة الأولى. ومع ذلك وجدنا يعني كبار العلماء يقولون بالتأويل التفصيلي، الإمام أحمد بن حنبل والإمام البخاري وما ذكرنا من غيرهما من البيهقي كثير منهم، ومجاهد بن جبر اللي هو تلميذ ابن عباس وابن عباس نفسه. ومع ذلك تناولوا هذه المسألة. استغفر الله العظيم من كل ذنب. نكمل بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. فأنا لم أجد عالما كابن تيمية رحمة الله عليه يكاد تجمع المدارس كلها الفقهية والفكرية على الانتماء إليه وعلى الأخذ منه. ومع ذلك وجدنا له قولا ويبقى وجه ربك. ما المقصود بوجه ربك؟ نقل نقلا عن الضحاك، ونقل نقلا عن جعفر الصادق، وقال هو قولا ولم يلتزم المبدأ أمرها كما جاءت. كذلك في المعاصرين لم أجد خاصة في الجزائر إماما كبيرا في الفقه والتفسير كالإمام ابن باديس، عبد الحميد بن باديس، والكل ينتسب إليه ويقول نأخذ عنه. ومع ذلك كان يقول نأخذ وإنما عمدتنا ما جلاه علماء السلف المتقدمون وما غاص عليه علماء الخلف المتأخرون. فهو يأخذ. وإذا جئت إلى تفسيره، التفسير ما جمع من تفسيره، فسر القرآن الكريم في 25 سنة على الطريقة السلفية يعني تدريسا. مع ذلك إذا جاء إلى آيات الصفات هذه وجه ربك وأعيننا وكذا يفسرها على ما فسره الخلف رضوان الله على الجميع، على سلف الأمة وخلفها. فليس هناك. وأحيانا يعني تذكر بعض الإشكالية اختلاف في العقيدة. ما اختلاف في العقيدة موالو. العقيدة 6 أصول: الإيمان بالله واليوم الآخر والكتب والرسل والقدر خير وشره. كل هذه الأمور لا يختلفون عليها، حتى في الله عز وجل وفي أسمائه اللي عنده مئات الأسماء والصفات لا يختلفون في كل هذه إلا في سبعة أوصاف اختلفوا. هل هي أوصاف؟ هل هي أفعال؟ ليست أوصاف، ليست أفعال، فاختلفوا فيها. فهناك من والسلف الأوائل لم يتكلموا عنها. جاء زمن الحنابلة فتكلموا عنها بتأويل إجمالي، جاء غيرهم تكلم عنها بتأويل تفصيلي. فيعني بكل سهولة نخالفهم في العقيدة، يخالفوننا في الاعتقاد معاذ الله في 7 أشياء وفي أصل من الأصول، وهو في الإيمان بالله عز وجل. لا يختلفون في الرسل، لا يختلفون في الكتب، لا يختلفون في القضاء والقدر، لا يختلفون في الملائكة. وفي الله عز وجل والأسماء والصفات والأفعال والذات يختلفون ربما اختلافا في هذه الأوصاف 7 إن كانت أوصافا. ولم يقل أحد من النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين أنها أسماء ولا أوصاف ولا أفعال، لم يقل. فتناولها الطبقة الثانية من السلف الصالح وقالوا هي أوصاف. الذي كما قلت لكم بدا لي أن الدافع لم يعد لما أصبح العالم الإسلامي ممتد في أطراف الدنيا ودخل من ليس بعربي في الإسلام، احتاج إلى أن يعرف، فترجموا له هذه المعاني بما يتناسب مع استعداداته العقلية في ذلك الزمان فاضطروا. لكن يبقى الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا مبدأ أهل السنة والجماعة، ليس كمثله شيء. لا نشبه ربنا لا في الأفعال والأسماء ولا الصفات بأحد من مخلوقاته، لكن وهو السميع البصير نثبت له ما أثبته لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. وإلا الحافظ ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن كثير هو من مدرسة ابن تيمية وهو من تلاميذه، هو من أصحاب الإمام الذهبي وابن رجب الحنبلي وابن القيم الجوزية،
تلاميذ ابن تيمية، ومع ذلك لما جاء في آية تشبه الآية التي نحن بها بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الآية اللي نحن بصددها ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ابن كثير يقول في قوله عز وجل بيده الملك، خلاص لو أن مبدأ المدرسة اللي ينتمي إليها ابن تيمية ومدرسته هي نثبت لله يد وانتهى الأمر ولا نفسرها، لكن انظر ابن كثير والتفسير بتاعه موجود. بيده الملك يقول أي المعنى أن الله هو المتصرف في كونه وملكه كما يشاء. قال ويدل على ذلك آخر الآية ختام الآية وهو على كل شيء قدير. بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فسر ما معنى بيده الملك. أين المبدأ إذن الذي كان يلتزمه؟ لا نفسر ولا نؤول تأويلا إجماليا، هذا شرح، يا ليته تأويلا تفصيليا، بل هو شرح وتفسير، وهي تشبه الآية التي نحن بصددها ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ما معنى فثم وجه الله؟ الإمام البيهقي صاحب السنن، هو من علماء القرن الخامس، من بدايات القرن الخامس 400 وشيء، ينقل عن الإمام المزني عن شيخه الإمام الشافعي، والشافعي متوفي سنة 205 متوفي، يقول والمعنى والله أعلم أن وفثم الوجه الذي وجهكم الله. لماذا؟ وهو من خيرة السلف الصالح من القرون الثلاثة الأولى. لماذا ما قالش الوجه خلاص الوجه ما إلى ذلك كما كان؟ لا، قال فثم وجه الله، يقول هو والمعنى والله أعلم، كلام الشافعية ينقله عنه المزني، ينقل عنهما الإمام البيهقي، والمعنى والله أعلم أي فثم الوجه الذي وجهكم الله. بل ينقل بعد ذلك عن النضر عن مجاهد بن الجبر، هذا أحد كبار علماء التابعين، هذا تلميذ ابن عباس الصحابي حبر الأمة ترجمان القرآن، وهو اللي فسر لهم القرآن. الإمام مجاهد يقول فثم وجه الله أي فثم القبلة التي وجهكم الله إليها، فحيثما كنتم في شرق أو في غرب فلا تولن إلا جهتها. من خيرة زمن السلف الصالح من القرون الثلاثة الأولى، وفي الآية التي نحن بصددها. فإذا جاء المعنى هذا جاءتنا في دروس التفسير، فأردنا أن نطرق موضوعها وأن نقول فيها كلمة إنصاف وكلمة حق، ونعزو النقول والآراء والأقوال إلى أصحابها لتكون هناك الأمانة النقلية في هذه المعلومات. يأتي بعد ذلك قول الله عز وجل وقالوا اتخذ الله ولدا، وكما قال الإمام ابن كثير في بيده الملك فسرها قال والدليل وهو على كل شيء قدير، نفس هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. واسع عليم تدل على أن مش لله المشرق والمغرب كما جاءت الآية، إنما هي صفة برك لتوجه الناس، المغرب والمشرق لله والشمال والجنوب والسماوات والأرض، ولله المشرق والمغرب حتى لا يتبادر إلى ذهنك أن الله عنده المشرق والمغرب. جاءت الآية والله واسع عليم. الآية اللي بعدها وقالوا اتخذ الله ولدا، قال يجي سؤال شكون اللي قالوا اتخذ الله ولدا؟ هذه المقولة تنسب لمن؟ جاوب. اليهود ولا النصارى؟ بنو إسرائيل، أكيد بنو إسرائيل، لكن بنو إسرائيل كان يهود ونصارى. حق عيسى صحيت. لكن احنا مش كنا نقول في الدروس السابقة وقالت اليهود وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت إلا من كان نصارى، والعرب أيضا قالوا، وقال الذين لا يعلمون. والموقف الإسلامي المسلم بلى من أسلم وجهه، إلا إذا كان 4 فرق وقالوا الله اتخذ الله ولدا، كل الفرق الثلاثة المشركون واليهود والنصارى. النصارى لأنه هو المعروف الآن، النصارى هذا معلومة عامة شرقا وغربا، هم الذين يقولون عيسى ابن الله، يتخذون عيسى ابن الله من مريم وأبوه هو الله عز وجل، وأن الله
ضحى بابنه الوحيد ليكفر خطايا العالم كما يقول ضلال النصارى الآن. لكن السياق، ما تنسوش السياق اللي أنا جاي مالي من وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى. اللي بعدها قالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقال الذين يعلمون أي مشركو العرب ليسوا كلهم على شيء، حتى محمد ليس على شيء. فالآية وقالوا اتخذ الله ولد كلهم واقعين فيها. أما اليهود فقالوا وقالت اليهود عزير ابن الله، عزير ابن الله، لأن عزير هذا لما جاء ودخل مدينة القدس الموجودة الآن ولقاها مدمرة، لا يوجد حجر على حجر، دمرها باختنصر أو بختنصر، دمرها تدميرا. فنظر هذه مدينة القدس التي نعرفها وكذا، أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. آية. فقالوا ما هذا ديفاين بالإنجليزية، هذا مقدس، هذا إله، أو هو ابن الله، فعبدوه واتخذوه ابنا لله عز وجل. وكي بعث راح وليده في عمره 120 سنة وحفيده في عمره 98 سنة، هو قل من حفيده وقل من ابنه، وجدهم بعد أنا فلان واحد شكون يعرفوا هذا جان، هذا جاي في عمره 25 سنة، وليده في عمره 120 سنة عزير. وقالت النصارى المسيح ابن الله. والعرب راحوا البعيد كامل. العرب قالوا الملائكة هم بنات الله. أولا الملائكة إناثا عندهم في مذهبهم، والملائكة بنات الله. وقال الذين لا يؤمنون بالآخرة وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى في سورة النجم. ولما جعلوهم إناثا نسبوهم إلى الله عز وجل. وهو العربي المشرك لا يحب أن تسمى. وإذا بشر أحدهم بالأنثى، إلى زيدت له مرض أنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، في سورة النحل، بل في سورة الشورى أو الزخرف، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا. هو يقول الله عز وجل عنده أولاده، عنده بنات، وهو ما يحبش. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. لما يقولون؟ الله عز وجل يقول الطفلة تنسبها إلى الله عز وجل. أو من ينشأ في الحلية اللي تمشاط وتحولي وهو في الخصام غير مبين. وهي طفلة صغيرة، هذا وين بدأت تنشأ، هذا وين بدأت تهدر، تبدأ المشطة كيفاه واللبسة كيفاه والخاتم وما نش عارف والسلسلة، طبيعة الأنثى. أو من ينشأ في الحلي وهو في الخصام في المجادلة غير مبين، مازال ما يهدرش مليح. الذين هم عند الرحمن إناثا ستكتب شهادتهم ويسألون. الله عز وجل يقول أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. عجيب هذه القسمة. العرب المشركون هو ما يحبش تكون عنده طفلة، تزيد منه طفلة ما يحبش، بصر الله عز وجل ولد بنات. فاسألهم ألكم البنون في سورة الصافات، ألربك البنات ولهم البنون، ألربك البنات ولهم البنون أم تسأل ألربك البنات ولهم البنون. يا ودي كمل لي الآية. ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. لا مش هذه الآية. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله. عجيب. ألا إنهم من إفكهم من افترائهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. إذن نسبة الولد لله عز وجل لم يختص بها النصارى، عرفوا بها. اليهود قالوا والمشركون قالوا. طيب احنا دائما نقولوا كاين مواقف 4: موقف اليهود
كما ذكرناه في الآية السابقة، موقف النصارى موقف عرب المشركين. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم تشابهت قلوبهم. أين قول المسلمين؟ هي الآية التي بعدها. سبحانه، المسلم يقول هذا الافتراء العظيم هذا أنا بريء منه. سبحانه سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. سبحان هي التنزيه، هي التقديس، هي تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق. ولذلك ورد التسبيح في 5 معان في 7 مواطن. التقديس والتسبيح، التنزيه هو صفات السلب، تسلب عن الله عز وجل ما لا يليق. والحمد هو إثبات لله نعوت الجمال والكمال. ولذلك جاء التقابل مباشرة. سبحانه بدأ بسبحانه، سبحان الذي أسرى بعبده في سورة الإسراء، وهي المصدر ينبغي تكون هي الأولى، ولذلك جاءت هي الأولى. ثم سبح ويسبح، أيهما الزمن الأول؟ سبح لأنه الماضي، فجاءت سبح لله ما في السماوات والأرض. الحديد سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الصف 3، هو اللي وعدنا 4. ومن بعد يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس الجمعة، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض التغابن. ومن بعد آخر الزمانين هذه سبح، ومن بعد سبح الأمر. فشحال ولا وعدنا؟ 7. إذا جئنا إلى الحمد ليتقابل، قلنا أن الحمد أن تصف الله بصفات الجمال ونعوت الكمال. التنزيه والتسبيح والتقديس هو سلب، صفات السلب تسلب عن الله كل ما لا يليق بذاته سبحانه وتعالى. فجاءت الحمد 5. الحمد لله رب العالمين الفاتحة، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الأنعام، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الأولى والآخرة 7. الحمد لله فاطر السماوات والأرض فاطر، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الكهف. عدنا 5. أي وراهم الزوج الآخرين في سورة تبارك الذي بيده الملك، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فيكون 7 مع 7. نحن المسلم عقيدته في ربه تبارك وتعالى سبحان الله عما يقولون، ننزهه تنزيها بليغا سبحانه، بل له ما في السماوات. عقيدتنا أن لله عز وجل مش بنات ولا مشرق ومغرب ولا ذكور، ولا كل له قانت، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، إلى آخر الآيات الكثيرة في هذا المجال. ومنها الحديث حتى إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده نقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. العالم المنظور الله عز وجل قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. العالم المتسع، هذا الكون المتسع، هذا الكون الذي لا نراه، وبعض النجوم يأتينا ضوءها قبل ملايين السنوات، ملايين السنوات الضوئية. والكون المتسع، هذا الكون من بداية تكوينه، من بداية انطلاقه، لأنه أتى عليه زمن لم يكن شيء، كان الله وحده ولا شيء معه ولا شيء قبله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وأراد الله أن يخلق الكون، فانطلق الكون. شفت الذرة هذه التي لا ترى، فيها البروتون والإلكترون، والبروتون والإلكترون فيهم ما يسمى بالنقير، أقل منه كعمارة من 20 طابق، حبة برتقال بالنسبة لها، وفيها أيضا يعني أجزاء أصغر من هذا. الكون هذا انطلق من نقطة لا ترى، كانت مدبجة يعني مجموعة في الزمان والمكان والمادة والطاقة، المادة والطاقة والزمان والمكان، وانفجرت. يسموه نظرية البيج بانج، الانفجار الأعظم. وتشير إليه الآية من سورة المؤمنون أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، إلى نظرية الانفجار الكوني، كيف انطلق، كيف تكون، إلى نظرية التوسع الكوني. الكون الآن يتوسع، ملايين المجموعات الشمسية وليست النجوم والأقمار، وتتوسع.
الله عز وجل يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. موسعون فعل اسم فاعل، يعني راه يتوسع. العلماء بهذا التلسكوب هابل هذا اللي أنفقوا فيه مليار دولار في الفضاء، يأتي بالأجرام المتكونة والمنتهية المنفجرة، ويأتي بالصور على بأدق المعاني، يكتشف أن الكون يتوسع في الثانية الواحدة 698 كيلومتر. 608 يعني 700 كيلومتر في الثانية الواحدة. في الدقيقة شحال يتوسع؟ يعني تضربها في 60 في الساعة، تضرب الحاصل في 60 في اليوم وفي السنة. الكون يتوسع في كل ثانية. كنت قلت واحد، راه الكون يتوسع قد ما فيه يتوسع ب700 كيلومتر، 4400 2100 2800 كيلومتر، وهكذا في 4 ثواني 5 ثواني في الدرس هذا اللي رانا في قرابة أقل من نصف ساعة. كم توسع الكون؟ لا يتوقف عن التوسع. إذا من نظرية البيج بانج أو الانفجار الأعظم إلى نظرية التوسع الكوني إلى نظرية الانكماش الكوني، يأتي زمان على هذا الكون المتسع أن يعاود يولي يختزل إلى ما كان عليه. يجي واحد البروفيسور في علم الفلك ويثبت بعد بحوثات ودراسات وتوثيقات وصور، طبعا بالمعادلات الفيزيائية، هذا التوسع هذا قال يأتي على زمان على الدنيا لحظات يعاود ينكمش فيها الكون كما كان من قبل. شفتوا قال هذه الجريدة هكذا يطوى، يخبيها واحد من العلماء المسلمين اللي كان حاضر يقول له يا فلان بروفيسور، هذه النظرية التي وصلت إليها سبقك إليها أحد؟ قال له أبدا، لم يسبق في كل من تكلم في علم الفضاء والفلك أن توصل إلى هذا أو تطرق إليها، لا بالإشارة ولا بالحقيقة. قال له أنت أول ما. قال له ماذا لو أثبتت لك أن هناك من سبقك في هذا البحث وانتهى إلى هذا بدقة؟ قال له لا يمكن أن يوجد. قال له فإذا أعطيتك حتى التاريخ اللي قيلت فيها قبل 1400 سنة من هذا الكلام. فتوقف الرجل دهش. إذا كان قبل 10 سنوات وهذا هابل هذا في نهاية القرن يعني 1999 أو 2000 أو 2001 اللي أطلقوه واستغنوا بعد ذلك على وسائل الأرصاد الأخرى. قال له عندنا آية في القرآن الكريم تقول كما يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. تكذبون وتزورون وتنسبون كل شيء للإسلام والقرآن. وترك المصحف رمى به وهبط للمدينة، هبط المدينة الأقدم المكتبات واشترى كتابا، شرى المصحف به يقول له أروح وريني هذه الآية، فإذا به يصلها. قال له لك أن تبحث في كل مصاحف العالم شوف إلى الآية موجودة وثابتة ولا لا؟ قال له الآن تبين لي أنها ثابتة. قال له ماذا تقول؟ قال له لا أقول إلا أن هذا لا يمكن أن يكون من كلام محمد ولا من كلام بشر، لا يمكن إلا أن يكون وحي نزل من الأعلى. قال له والنتيجة؟ قال له لا تحرجوني أكثر من هذا، ما نقدر نقول لك حتى حاجة، تحوسني أسلم لكن بقي معذبا مع ضميره. إذن هذا المسلم لله المشرق والمغرب برك. المسلم الله عز وجل له ابن عزير أو المسيح أو الملائكة. موقف المسلم سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون خاضعون خاشعون، كل على نظام لا يمكن أن يخرج. والمسيح الذين نسبوه إلى الله عز وجل ولن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وعزير الذي نسب إلى الله ابنا فأعطي لنا مثلا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. ولذلك وجدنا النقاش، هذا أختم به، النقاش والجدال والمحاورة إنما تتناسب مع من تحاوره. شكون هذا الذي تحاوره؟ مستوى علمي. والله البارح جاني ما نش عارف إلا كان بعضهم ينقل هذا، جاتني إشكالية من ألمانيا في زوجين أنا فتحت لهم هنا قبل 2 ولا طبيب نفساني وطبيبة نفسانية، وهما في شيء من الشجار وسوء التفاهم المستمر.
فقلت سبحان الله، اللي عنده هذا التكوين الرصيد العلمي في تكوينه، في معرفة الشخصيات والعقليات والدوافع والخلفيات ومكونات الشخصية، إذا عرفت أصبح الإنسان عندي كتاب مقروء، كتاب مفتوح أنا أعرفه، والطبيب عنده تشخيص الداء ويعرف المرض وشنو هو، نصف أو أكثر 90% من الدواء، لأنه على أساس المرض، على أساس المشكلة يصف الحل. ومع ذلك تجد هذا الأمور موجودة. فالمحاورة والمجادلة تكون تتناسب مع من تحاوره، من هو، ما هي خلفيته، ما هي مدرسته، فتستعمل معه المصطلحات التي يؤمن بها، التي تخصص وتكون فيها. فإذا جئت إلى حوار الإسلام مع اليهود في النفس الطويل العلم المركز، النصارى أيضا ما عندهمش علم كثير، اليهود عندهم علم ولذلك مغضوب عليهم. أن خطاب القرآن للعرب و13 سنة كان أكثرهم، ولذلك ذكرت لك حوالي 7 آيات في خطاب القرآن للعرب. كيف تنسبون إلى الله عز وجل؟ أنتم تستحون من نسبة الأنثى لكم، كيف تنسبونها إلى الله عز وجل؟ وهكذا انظر الخطاب الحار بالكلمات الوجيزة، بالكلمات المعاني المتدالية المتدافعة، لأنك تريد أن تغمه، تريد أن تغلق عليه. ما عندوش حوار، ما عندوش عقل، ما عندوش معلومات، بخلاف اللي عنده معلومات تأخذ معه نفس طويل، تعطيه المعلومة، ترد على الشبهة، تدلي بالحجة الثانية والثالثة بعد ذلك، وتنظر ما عنده، حتى إذا ما استنفذ ما عنده ما عندوش، بعده يقول معي لما يروح بينه وبين أصحابه يقول أنا ما حبيتش نقول له كذا وما حبيتش نقول له، هو كان ساكت من قبل، ساكت سكوتا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا وفقه في الدين يا رب العالمين، آمين.